الهاتف اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو من سلسلة شاومي ريدمي نوت 13 الجديدة. حرفيا هاتف ممتاز بالنسبة لسعر الهاتف، هاتف قوي ومميز وكمان سعره حنين كده وكويس. قبل بس اي حاجة احب ارحب بيكم في قناتكم مو بي سي. النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي بتكون في اخر الفيديو. ولكن ضروري تدعمنا بلايك واشتراك، ضروري بيدعمني اكمل في الفيديوهات. ويلا بينا نبتدي الفيديو. في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. زي كل مرة نتكلم عن تصميم الهاتف الاول. تصميم الهاتف هنا انا شايفه الصراحة ممتاز، تصميم كويس جدا للناس اللي بتحب التصميمات السطحية او المسطحة، يعني شكله رايق الصراحة من وجهة نظري وشكله شيك كده. خامات الهاتف طبعا كلها بتيجي من البلاستيك. بالنسبة للشاشة فالشاشة هنا جاب حجم 6.67 بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة 2712 في 1220 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 446 بكسل لكل انش. والشاشة هنا اوليد ومعدل تحديثها 120 هرتز، وسطوع الشاشة 1800 نتس، وبتدعم الدولبي فيجن، وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس فيكتس. بص الشاشة هنا بالنسبة لفئة الهاتف برضو ممتازة، يعني انت بتاخد شاشة اوليد مع 120 هرتز مع سطوع عالي جدا 1800 نتس مع الدولبي فيجن وحماية للشاشة. من الاخر هتاخد شاشة محترمة هتقدم لك اداء يعني تستمتع بيه سواء في العاب او مشاهدة. بالنسبة للمعالج او الاداء يعني بتاع الموبايل، المعالج هنا هو سناب دراجون 7 اس جين 2 اللي جاي بدقة تصنيع 4 نانو، والمعالج ده حسب منصة انتوتو بيعادل اداء معالج سناب دراجون 778 جي، وبيتفوق عليه بفرق صغير حوالي 5%، ولكن يعني يعتبر الاتنين زي بعض. المعالج على فئة وسعر الهاتف، يعني اولا المعالج موفر للطاقة وده هيخليه ما يسحبش من البطارية بشكل كبير، كمان هيقدم لك اداء ممتاز سواء في الاستخدام اليومي والتصفح والبرامج والالعاب. فبشكل عام المعالج بالنسبة لسعر الهاتف او فئة الهاتف يعني كويس جدا وهيقدم لك اداء قوي. الجهاز ما شاء الله نزل ب5 نسخ، معرفش ليه 5 نسخ، ولكن شاومي منزلها ب5 نسخ. الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والرابعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام، والخامسة 512 جيجا مع 16 جيجا رام. وطبعا الهاتف ما بيدعمش تركيب كارت ميموري خارجي. نتكلم عن الكاميرات، والهاتف هنا بيقدم 3 كاميرات خلفية زي اخوه الكبير اللي هو البرو بلس. الاولى 200 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسية وفيها تثبيت بصري وهتاخد منها اداء ممتاز الصراحة. والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل ودي كاميرا الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة. والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا. والكاميرا الخلفية هنا بتقدر تصور بيها فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وكمان بتصور فول اتش دي بمعدل من 30 ل 120 فريم في الثانية. اما بالنسبة لكاميرا الهاتف الامامية فهي بتيجي 16 ميجا بكسل وكمان بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 او 60 فريم في الثانية. بالنسبة لبطارية الهاتف فالبطارية هنا جاب حجم 5100 ملي امبير، بطارية كبيرة وكويسة وهتاخد منها اداء كويس مع المعالج الموفر للطاقة. كمان هي بتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، يعني تقدر تشحنها 100% في خلال 44 دقيقة فقط. الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 13 وبيدعم NFC، كمان بيدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي، وسماعات الجهاز تدعم الاستيريو، وبيدعم خدمات الجيل الخامس. وبالنسبة لألوان الجهاز هما الأسود والأبيض والأزرق والبنفسجي، وطبعا الجهاز بيدعم البصمة وموجودة في الشاشة. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل مو بي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه.
وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف، فالمعالج بالنسبة لسعر الهاتف فهو كويس جدا الصراحة، وهيقدم لك أداء كويس. برضو الشاشة هتقدم لك تجربة أكتر من ممتازة مع 120 هرتز، ومميزات تانية كتير زي إن الشاشة أوليد مثلا. البطارية مع الشحن السريع الاتنين كويسين جدا في السعر ده. هتاخد كاميرا أساسية 200 ميجا بكسل مع تثبيت بصري حاجة خرافية. طبعا بالنسبة للعيوب، فالهاتف ما بيدعمش تركيب كارت ميموري خارجي. طيب بعد ما شفنا او قلنا كل حاجة عن الهاتف يعني، وقبل ما نخش على المقارنة اللي بتكون في اخر الفيديو، خلونا نعرف سعر الهاتف. ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الصين بسعر $205. السعر المتوقع في مصر 11,000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 1200 ريال. طيب كده كويس قوي كده تمام يعني. بس انا افرض مش عاجبني الهاتف ده، ايه اقوى منافس او ايه اقرب منافس للهاتف ده؟ عندنا هاتف ريلمي 11 برو. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين كالعادة، ولكن احب اقول لك قبل المقارنة يعني ان احنا عملنا مراجعة لهاتف ريلمي 11 برو. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج شاومي هو سناب دراجون 7S Gen 2، ومعالج ريلمي هو ميدياتك ديمنسايتي 7050. وهنا يعتبر الاتنين زي بعض في الاداء مع تفوق بسيط لمعالج شاومي. بالنسبة للشاشات فشاومي بيجي بشاشة اوليد وريلمي بيجي بشاشة اموليد، والاتنين بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديثهم 120 هرتز. وهنا الاتنين زي بعض. شاومي بيجي ببطارية 5100 ملي امبير، وريلمي ببطارية 5000 ملي امبير، وهنا يعتبر الاتنين زي بعض مفيش اي فرق. الجهازين بيدعموا الشحن السريع بقوة 67 واط، وهنا برضو الاتنين زي بعض. طيب بعد ما شفنا المقارنة السريعة بين الجهازين، خلونا نعرف الفرق ما بينهم في الاسعار. ولكن خد بالك ان سعر شاومي ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر. سعر شاومي المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 11,000 جنيه. سعر ريلمي في مصر ضمان دولي. زي ما بشرح دايما، الضمان الدولي ده يعني ناس مدخلاه من بره بتبيعه في المحلات، ولكن منزلش عن طريق الوكيل الرسمي. نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 12,500 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو عندك اي هاتف معين او اي اسئله او اي حاجه ممكن تكتبها في التعليقات، حاببنا نعمل مراجعه لحاجه يعني. وكمان مستني رايك في هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.